جان والبنات كلها بتحبه ومدلع مراته على الآخر وعارف يراضيها ازاي. فرق السن ما بينهم كبير بس اللي يشوفهم يحسدهم على اللي هم فيه. مراته الأولانية سابته بعد عيلين وزعلت منه بسبب فرح بنتها واللي عمله مع مراته التانية. مانع بنته حتى تفكر في التمثيل، ولما بتيجي سيرتهم مش بيمسك دموعه لسبب غريب. وليه شخصية مختلفة عن اللي كل الناس تعرفها. يا ترى إيه حكاية ماجد المصري ومن مراته الأولى وإيه حكايته مع مراته التانية؟ وهل فعلا بيفرق في المعاملة ما بين ولاده من مراته الأولى ومراته التانية؟ وإيه الأسرار اللي محدش يعرفها عنه؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو ده والمفاجآت فيه ياما. ماجد المصري من الفنانين اللي بيتقال عليهم 7 صنايع والبخت ضايع، وده علشان مثل وغنى ورقص وعمل كل حاجة ليها علاقة بالمجال الفني، وده بقى أثر في شخصيته كتير جدا وخلاه يشوف الدنيا بشكل مختلف تماما. ماجد طول عمره حبيب البنات من أول ما ظهر لحد دلوقتي، بس هو كان الواد التقيل، وعلشان الإشاعات عليه ما تبقاش كتيرة اتجوز مراته الأولى منى إش بدري وهو لسه في بدايته، وتعرف عليها وهي كمان لسه في بدايتها في الغنى، وكانوا عيال صغيرين. ورغم ان سنهم صغير بس حصل الجواز وخلفوا ولد وبنت، وبعد كام سنه طلبت منى الانفصال عن ماجد وحصل فعلا، بس للاسف منى حست انها اتسرعت وان المشاكل اللي بينهم كانت ممكن تتحل، بس خلاص الوقت كان فات وندمها ما كانش في محله وقتها. ورغم انفصالهم بس هو ما بعدش عن ولاده وكان بيروح لهم البيت حتى وهم كبار، وقدر يحافظ على علاقته الطيبه مع منى إش. ماجد قعد سنين بعدها من غير جواز لحد لما جت رانيا ابو النصر، واللي كان فرق السن ما بينها وما بينه كبير جدا لدرجة انها وهي صغيرة كان يقعد يقول لها هتجوزك لما تكبري. ما كانش يعرف ان التهريج هيقلب بجد علشان تكبر رانيا اللي كانت قريبة من عيلته وكانوا دايما موجودين في مناسبات بعض، واللي اول مرة شافها ولفتت نظره في عيد ميلاد بنته مهتاب ووقعوا في قصة حب واتجوزوا هما الاتنين، وبعدها ما بقاش عايز حد تاني في الدنيا غيرها. كمان بنته من مراته الاولى بتحبها وهي اللي صممت لها فستان فرحها. وبدل ماجد المصري ما كان عنده احمد ومهتاب وولاده بقى عنده كمان ولد وبنت من رانيا. بس ناس كتير شافت ان ماجد المصري بيفرق في المعامله ما بين ولاده البنات، وده علشان بنته الكبيره مش مسموح لها ابدا انها تفكر حتى في التمثيل من وهي صغيره، وفعلا ده اللي حصل. ورغم ان اخوها بقى مخرج هي عمرها ما ظهرت على الشاشه، رغم انهم مخرجين كتير طلبوا انها تشتغل معاهم، وعلى عكس بنته الصغيره اللي بتظهر معاه وكمان بتعمل معاه تيك توك. ومن ضمن الحاجات اللي اتغير فيها ماجد المصري زي ما مراته الاولى منى إش قالت عليها انه ما بقتش تعرفه واتغير كتير عن زمان، وانه فرح بنتها تجاهلها وتعامل معاها بطريقه ما عجبتهاش، وكان اهتمامه كله بمراته التانيه. ده بقى غير كلامه عليها في اي حته، وانه علشان يرضيها دايما يجيب لها ذهب ويدلعها وبيقف يصورها ويتعامل معاها على انها نجمه، وكمان عمل لها مشروع ازياء بفلوسه. بس مع كل ده نقطه ضعف ماجد المصري هي حاجه واحده بس، ولاده واللي مش بيستحمل عليهم الهوى يجي جنبهم. انتوا بقى كنتوا عارفين الحاجات دي عنه ولا لأ؟